السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. انا اسمي طفل بالعالم. طب انت اسمك ايه بقى؟ اسمي محمد شعبان. عندك كام سنة؟ 16. تدرس؟ في سنة ايه؟ اولى ثانوي. أولى ثانوي عام؟ ما شاء الله. طموحك ايه بقى؟ طموحي يطلع طيار ان شاء الله. طب تقول ايه بقى للشباب اللي زيك اللي ما عندهمش طموح؟ هيجوا بالاخر ويتندموا. طب انت مصدق طموحك بجد؟ ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. أذكى طفل في العالم. اسمك ايه بقى؟ محمد. عندك كام سنة محمد؟ 8 سنين؟ سنة كام؟ سنة تالتة. طب انت نفسك تطلع ايه بقى؟ ظابط. ظابط؟ احلى ظابط. طب تقول ايه بقى اللي ما عندوش طموح؟ ايه؟ اللي ما عندوش حلم تقول له ايه؟ اللي ما عندوش حلم، يعني انت حلمك عندك ظابط. انت عندك 8 سنين. يعني هو ما عندوش حلم. ما عندوش حلم تقول له ايه؟ يبني حلم لنفسه. يبني حلو لنفسه. تمام. انت بقى لما تبقى ظابط هتبقى ظابط حلو ولا ظابط وحش؟ لا ظابط حلو. هتبقى ظابط حلو. ماشي. احلى ظابط ان شاء الله. أنا أذكى طفل في العالم. طب انت عندك كام سنة بقى؟ 9. 9 سنين. اسمك ايه؟ محمد. اسمك محمد؟ ما شاء الله. انتوا الاثنين محمد. ما شاء الله. طب انت بقى في سنة كام؟ رابعة ابتدائي. طب انت طموحك تبقى ايه بقى؟ نفسك تبقى ايه؟ لعيب كورة. لعيب كرة؟ تلعب حلو؟ يعني هتبقى زي محمد صلاح كده؟ ان شاء الله. وهتبقى عندك اخلاق وبتاع؟ انت بتصلي؟ ايه؟ بتصلي؟ بجد؟ طب بتقول ايه بقى للشباب اللي زيك ما بيصلوش؟ تقول لهم ايه؟ صلى عشان تدخل الجنة. صلوا عشان تدخلوا الجنة، صح؟ ان شاء الله. انا اذكى طفل في العالم. تمام. اسمك ايه بقى؟ اسمي شهاب. عندك كام سنة؟ عندي 15 سنه. بتدرس؟ بدرس سنة كام؟ اولى ثانوي. ولا سنة عام؟ ما شاء الله. طموحك ايه بقى؟ نلعب لعب كوره يعني. تلعب كرة حلو في الكورة يعني؟ زي محمد صلاح كده وبتاع؟ انت نفسك تطلع زي محمد صلاح؟ ها؟ الله. طب بقى لو بقيت زي محمد صلاح هتبقى ملتزم برضه دينيا زيه كده؟ ان شاء الله. بحب ترفع اسم مصر في العالم كله؟ ان شاء الله. بصلي وملتزم مع ربنا وان شاء الله حلمي نطلع لعيب كوره يعني انت بتصلي كل الفروض؟ ان شاء الله. ما شاء الله. أوه. طب تقول ايه بقى الشباب اللي ما بيصليش؟ بتمنى ان انتوا يعني تصلوا، لان انتوا طول ما بتقربوا من ربنا هتحققوا كل احلامكم يعني. هو انت شغال هنا ولا صاحب محل؟ لا انا شغال هنا. شغال هنا. انت بتدرس وشغال؟ انا بدرس في وقت اللي الدوري واقف فيه باجي اشتغل هنا، انت بتعلم بتلعب حاجه فريق؟ جديده. بتلعب في مين؟ بلعب في نادي مياه البحيره، بس يعني الله. دي فتره ان شاء الله. الفتره الجايه هلعب في يعني انت الاتحاد بتلعب وبتدرس وبتشتغل. طب تقول بقى اللي ما بيشتغلش بقى تقول له ايه؟ بقول يعني الشغل حاجه جميله وانزل واتعلم، والشغل حاجه جميله. هتتعامل مع ناس، هتلف هتدور، حاجه جميله يعني. حبيبي. انا اذكى طفل في العالم. اسمك ايه بقى؟ محمد طياره. بتدرس فين؟ ثانوي صناعه. طب نفسك تطلع ايه؟ باشمهندس بطاريات بوكس. ان شاء الله. طب بقى انت دي طموحك صح؟ ايوه. طب بقى اللي ما عندوش طموح تقول له ايه؟ لا يشوف له اي شغلانه، يتعلم اي حاجه. يعني يصدق نفسه ويصدق طموحه. ايوه هيوصل ان شاء الله؟ ان شاء الله. ان شاء الله. انا اذكى طفل في العالم. طب اسم حضرتك ايه بقى؟ احمد سمير. بتدرس؟ بتدرس ايه؟ كليه طب. ان شاء الله. ان شاء الله. طب طموحك ايه بقى؟ نكون احسن دكتور يعني. ان شاء الله. ان شاء الله. انت عندك حلم تكون احسن دكتور مثلا في تاج برضه ولا في البحيره ولا في مصر؟ في مصر. ما شاء الله. ان شاء الله. طب انت ايه رايك في الشباب بتاعنا اللي ما عندوش حلم تقول له ايه؟ لا لازم يكون عنده حلم ويذاكر ويجتهد على نفسه. تمام. انت بتصلي؟ طبعا. بتصلي كل الفروض طبعا. طب تقول ايه بقى اللي ما بتصليش؟ اقول له اتقي ربنا. صح. خاف من ربنا. طبعا. احنا قلنا بقى اللي ما عندوش حلم عايزين يبقى عنده حلم يعمل ايه؟ انصحه يعني لو تدي نصيحه مثلا. هيندم بعد ما عندوش كده. حلم هو هيندم بعد كده صح. وهيقول يا ريتني. صح. يعني انت مؤمن بجمله اشتغل وانت صغير ترتاح وانت كبير. طبعا. يعني مؤمن بالجمله دي. طبعا. يعني انت شغال ما شاء الله عليك بتتعب يعني في المذاكره. الحمد لله. تمام. وبتلاقي. الحمد لله. الحمد لله. ان شاء الله. انا اذكى طفل في العالم. اسمك ايه بقى؟ مهند ياسر. عندك كام سنه؟ 15 سنه. طب انت ازاي صاحب محل الملابس الكبير ده؟ يعني بابايا من صغري كان هو اصلا كان فتح المحل ده وانا صغير. شغال معاه هو واخويا الكبير وكده. ما شاء الله. طب بدايتك كانت ازاي؟
بقف معاه في المحل وببص، يعني العين بتتعلم لوحدها. واتعلمت وتمام. يعني انت شغال وبتدرس. أيوة. انت سنه كام؟ ثالثة إعدادي. ثالثه اعداد. أيوة. وبتصلي؟ اه. والله؟ طب تقول ايه بقى للشباب اللي ما بيصليش؟ يعني لازم يقربوا من ربنا شوية عشان ربنا يسهل لهم في حياتهم. طب انت مرتاح وانت شغال وبتدرس وبتصلي وكل ده ما أيوة الحمد لله. يعني عادي اه. الدنيا حلوه يعني. أيوة. مش كسولي زي الشباب دول. لا لا. طب تقول ايه الشباب اللي كسولي بقى؟ يعني لازم نجتهد شوية عشان نشوف خير في حياتهم إن شاء الله قدام. ان شاء الله. ان شاء الله. طب انت طموحك تبقى ايه؟ انت ما شاء الله عندك محل كبير جدا يعني ما شاء الله. يعني يبقى عندي مكاتب ومصانع لبس وكده. ان شاء الله. دي طموحك. أيوة. ما شاء الله. انت عندك 15 سنه دلوقتي. لسه الدنيا قدامك كتيره. إن شاء الله. يعني كمان 20 سنه كده اللي بقى عندك مصنعين 3 ان شاء الله باذن الله. طب تقول ايه بقى اللي ما عندوش اصلا حلم؟ لا مش عارف لازم يبقى ليه طموح. لازم يحط لنفسه حلم أيوة. ويصدقه. أيوة. زي انت مصدق كده. ان شاء الله. انا اذكى طفل في العالم. تمام. اسمك ايه بقى؟ محمود خالد. طب طموحك ايه يا استاذ محمود؟ طموحي؟ اه. طموحي ابقى لعيب كوره. بلعب كوره. اه. وانت بتصلي؟ اه الحمد لله. ما شاء الله. طب تقول لي بقى اللي ما بيصليش؟ لا لازم تصلي، واحنا كمان في شهر رمضان وكده يعني انت بتلف عن حديقه كده زي العيال دول زي الشباب دول؟ لا لا ما بنلفش، ما بتلفش. انا بس بعدي كده اشوف الدنيا اصحابي بتاع. طب انا سمعت ان بيشبهوا الحديقه بالكعبه. تقول لهم ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب. طب تقول لهم ايه؟ بص هي الحديقه ديت مش حاجه وحشه. هو احنا الشباب مثلا يوم الخميس يوم الجمعه ينزلوا ياخدوا لفه بس مش درجه يشبهوها الكعبه. لا 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 لا. يعني انت تقول لي بقى اللي يشبهها للكعبه. لا لا ده هم ناس الناس اللي هم عايزين كاتمين على نفسهم، العامل بتاع بس هي ترفيهي عادي كانك في اسكندريه. مركزك فين بقى في لعب الكوره؟ بلعب فرو. فرو ما شاء الله. بلعب هنا في نادي تل بارود. والله؟ بتلعب الفريق الاول؟ لا الناشئين. ما شاء الله. لا انت فرو جامد حبيبي. ان شاء الله. يعني انت هتبقى زي عمرو زكي كده ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. طب تنصح ايه الشباب بقى؟ بنصح والله كل شاب يكون محترم ويعرف ربنا وبالذات في الشارع. ليه رجاله كده؟ ليه رجاله كده؟ ليه رجاله كده بس؟ ليه يا رجاله؟ ليه بس ما بيعرفش ربنا ليه؟ ليه؟ استغفر الله العظيم يا ابني، في يا ابني شهر وافترج يا ابني. تنصح الشباب بايه؟ انا بنصح طبعا كل شاب ان هو في شهر رمضان الكريم انه يصلي ويعرف ربنا، وعلى فكره النهارده ليله القدر. يعني كل واحد يدعي دعوه حلوه ان شاء الله تتحقق في حياته. ان شاء الله. ان شاء الله. يعني يدعوا احسن ما يلفوا عند الحديقه كده. ايه؟ يدعوا احسن ما يلفوا عند الحديقه. ايوه طبعا والله. بس برضه على زي ما بنقول لك لازم كل واحد يرفه. انت بتلعب ببجي؟ لا ما بلعبش ببجي. والله؟ طب تقول ايه بقى اللي بيلعب ببجي؟ والله انا شايف اللي هي حريه شخصيه. يعني ممكن اي حد يلعبها براحته بتاع. بس بتسرق الوقت؟ هي طبعا بتسرق الوقت، والناس اللي بتدمنها دي برضه تبقى مشكله. تمام. طب انت مع عيالك بقى؟ لا انا عيالي، انا عندي ابني عنده 11 سنه. اه. تمام. التعليم مفيش تعليم خلاص في المدارس خلاص. انا ابني مش فاهم حاجه، ابني داخل سنه رابعه السنه الجايه ويعني يا اما صايد يا اما ناجح. طب انا مش عارفه اديله دروس، الدروس غاليه جدا. مفيش مدرسين ما بيعلموش حاجه، المدرسين ما بيعلموش حاجه خالص. انا اعمل ايه مع ابني ومعاه بنت صغيره؟ انا هعمل ايه بعد كده معاه؟ انا مش قادره ادفع فلوس دروس. وطبعا المدرسين علشان ما بيعلموش كويس في المدرسه فعايزين يعلموا بره فعشان يكسبوا اكتر. مفيش ضمير يعني؟ لا مفيش ضمير خالص. عكس الاول. يعني ايامكم كان في مدرسين كان في تعليم كويس. انما دلوقتي مفيش. بقول لك التعليم في مصر مفيش تعليم في مصر. ما ينفعش طبعا. مفيش تعليم في مصر. فربنا يستر علينا يا رب، ويستر عليكم على الشباب، ويستر على الاطفال اللي لسه طالعين. انا بشوف الشباب طالعين من المدارس قول دول هيعملوا ايه؟ بجد والله العظيم. كل ده هيروح فين صحيح؟ ده كله هيروح فين؟ فربنا يستر علينا يا رب ان شاء الله يا رب. بس انت بتطالب رساله الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا بإلغاء الدروس. طبعا يلغيها عشان المدرسين يبقى يكون عندهم ضمير في المدارس. صح. المدارس الحكوميه صح. مفيش تعليم هنا خالص. صح. كله بيتكل على المدرسين بره. انت شايف فشل الشباب حاليا هم المدرسين؟ طبعا المدرسين عشان ما عندهمش ضمير، ما بقاش في ضمير عند المدرسين بس. ان شاء الله. شكرا.